السلام عليكم. عليكم السلام. من يا معتقد حبيبي؟ سني. حياكم الله. عندنا سؤال الحلقة وأنت تسأل ما تريد. طيب تفضل مولانا. حبيبي، السؤال الحلقة يقول لماذا عائشة كان لها مصحف خاص بها وهو القرآن واحد فجعلت لها مصحف؟ نريد جواب. وهاي رواية بصراحة يعني موجودة عندنا، والتفاسير اللي بنبحث عليها ما هي منطقية بصراحة. زين. يعني من نلجأ لعلمائنا ومشايخنا ما بيعطونا جواب مقنع بصراحة. بنقول لهم إن مثلا النبي بال واقفا، بقول لك شفت على بعد 1 كيلومتر. قلت له يعني بصراحة ضايعين يا شيخ. طيب الزبدة شنو؟ الزبدة. طب تسمح لي بس أناقشك بموضوع العصمة. يعني هسه تبريت، خلصنا يعني تبريت من رموزك من دينك ثم نروح للشيعة. تبريت يعني منهم؟ شيخ، هو في أحاديث صح عنا إنه أحاديث بتمدح مثلا عمر، في أحاديث تمدح عمر إن كان نبيا بعد إن كان عمر، في أحاديث بالدين عمر، في أحاديث بتمدح يعني عائشة، في دقيقة أحاديث بالدين عائشة. دقيقة. يعني أنت تعتبر أنه لو كان من بعد نبي لكان عمر، تعتبر هذا مدح؟ هو هون إنه نحن كنا أخذينه من باب المدح، بس من يعني اطلعنا في دقيقة باطن الكتب خلينا في ناخذ على أخطاء. الحديث، ما نريد أحاديث أخرى. أخونا العزيز ركز لي على حديث واحد أناقش أنا فقرة فقرة. عوف الأحاديث الذامة بعمر. حديث لو كان من بعد نبي لكان عمر، حديث مدح لو ذم. آه، عن الحديث هذا عن سيدنا عمر نحن كنا مفكرينه حديث صح، من ما كنا ما جاي بنعرف أتكلم شو ما في جاي أخطاء منه. أتكلم ما جاي أتكلم بصحة الحديث أو عدم الصحة. أرجوك أرجوك، أنا جاي أتكلم عربي. إيه. عوف الصحة. أخي العزيز، هذا لا فهمان. الحديث هذا الحديث مدح أو ذم في عمر؟ مدح. يعني مدح. يعني الله يكذب على مود يمدح عمر؟ الله يكذب لو ما يكذب؟ لا حاشا لله. الله ما يكذب. الله يقول بالقرآن النبي ما يشرك. عمر بن الخطاب كان يعبد أصنام لو ما يعبد أصنام؟ صح. صح، هذا الحديث بعد ما اطلعنا اكتشفنا انه هذا الحديث طلع موجود، بس مشايخنا ما بخبرونا عليهم. عمر كان يعبد أصنام لو ما يعبد أصنام؟ صحيح، سيدنا عمر كان يعبد اصنام. فشلون الله من صنم الممكن التمر. يجعل شلون الله من الممكن يجعل واحد نبي مشرك؟ كان مشرك. الشيخ هذول كانوا مغيبين عننا، احنا ما كنا بنعرفهم، ما كان في صوت إذا شيعي اصلا من الاساس. إذا وعليه أنت حتى الأحاديث التي تعتبرونها مادحة هي طعن بالله وبالنبي، ولم تنتبهوا لها. يعني تقولون ان الاحاديث هاي تمدح بعمر، والله حلوه، بس من ناحيه اخرى هي جاي تطعن بقانون الله، لان المنظومه الالهيه تقول لا يمكن نبي ان يكون مشرك سابقا او بعد، لا يمكن ان يكون مشرك ابد. النبي يولد على طهاره ويموت على طهاره، فكيف الله من الممكن يجعل عمر نبي وهو كان يعبد إله من تمر، كلما جاع أكل من ربه. تدري عمر يوم من الأيام أكل ربه بالظهر، كاظ ربه اللي كان يعبده مسوي من تمر، صار الظهر طق إيد ربه وظل يلوج بيها. صحيح، ما صحيح. هاي رواية موجودة، رواية إن عمر أكل ربه يوم من الأيام مسوي من تمر وجاع، طاع على ربه وأكله كله. قالوا له ربك، قالوا متى من الجوع يا ربي يا خبارك. وهاي الرواية يذكرها الشيخ العريفي. صحيح. صحيح. طيب شيخ، نعم. على في حديث للنبي قلنا انه خذوا نصف دينكم من عائشة. زين. ماشي، بس من بنبحث بالموضوع عن سيدتنا عائشة بنلاقي إنه عائشة مخالفة للقرآن، فنحن يعني الشيخ بصراحة ضايعين، مثل واحد محطوط بالنص، وهذا بيسلخه كف وهذا بيسلخه كف. بناكل كف شيعي كف سني، كف شيعي كف سني، كف شيعي كف سني، هيك صاير فينا.
والله كتبنا الكف ملخبطة شوي الشيعي، في بعضها. والله الكف الشيعي ما يحتاج اصلا الشيعي يضرب كف. الشيعي ادلته واضحه، يقول انا اتبع القران واهل البيت، ما عندي شيء اسمه اتبع ابو هريره واتبع خذوا نصف دين. اي اخذ نصف ديني من عائشه، السيده عائشه. انا اذا اتنازل امام الجمهور واخذ نصف ديني منها. تقول لي عائشه علمت الناس على التوحيد، علمت الناس على ما القران. علم. روايات قرأنا أحاديث، روايات شيخ. السيدة نعم. عائشة كلها روايات جنسية كما ورد في مخلة. البخاري. نعم. ما هون المشكلة، مخلة في الآداب بصراحة مخلة يعني. في الآداب، يعني شلون أنا أخذ دين منها وتحكي مخلة في الآداب؟ أنا كرجل ما فيني أطبق ولا حكم واحد من هدول الروايات اللي أجت بصراحة على أحد من أفراد عائلتي. زين، تدري أنت أبو هريرة تكذب عائشة؟ أبو هريرة يهين السيدة عائشة، يقولوا ما لأن أعرف. عائشة تكذبك بنقل الأحاديث. للعلم كلاهما ثقة عند الأخوة السنة، عائشة وأبو هريرة كلاهما ثقة في نقل الأحاديث. والدين عند أهل السنة أخذ من روايات أبو هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمر، هذول الأربعة يسمونهم الأوتاد، الأشاوس، أعمدة الروايات عند أهل السنة، كما عبر عنهم العلماء، يقولون أعمدة نقل الروايات. هؤلاء الأربعة: أنس، عبد الله بن عمر، عائشة، أبو هريرة. فقالوا له السيدة عائشة أن أبا هريرة ينقل أحاديث إنها مفادها عجيب غريب. قالت إنه كذاب، فإني لم أسمع رسول الله. فلما وصل الخبر لأبو هريرة قالوا إن السيدة عائشة تكذبك في الأحاديث. ماذا قال أبو هريرة؟ قال إنها كانت منشغلة بالمكحلة والمرآة فلا تعرف بالروايات. يقول كاظل مرايه وتخلي كحل، هاي شغلته. من؟ ابو هريره يقول بذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا شيخ ما نعرف عن شيء. شكرا لاتصالكم، بارك الله فيك. ابحث بعد. بس كلمة لو سمحت. العصمة شيخ، عصمة الأنبياء. إحنا بنعرف إنه نبي الله آدم عصى ربه فالله أنزله في الأرض. انا سأجيبه. الله عز وجل طرد آدم من الجنة لأنه عصاه، صحيح؟ إيه هذا اللي إحنا نعرفه، إنه الأنبياء مو شرط يكونوا معصومين. خلينا في مو آدم. في ينعصموا في وقت قراءة القرآن أو إبلاغ رسالة من الله. أما في باقي الأوقات في حياتهم ليسوا معصومون. خليني في آدم أخونا، لازم ناخذ نموذج ونتحدث بالنموذج. صحيح. طيب، آدم حينما عصى الله، الله من وين طرده؟ أكو عندنا مشايخ شيخ بيقولوا طرده من الجنة، ومشايخ بيقولوا لنا طرده من رحمته. لا، القرآن يقول من الجنة. القرآن واضح يقول من الجنة. ألو. ايه معك شيخ معك. أخي العزيز، ماكو في القرآن يقول طرده من الرحمة. هاي على مسامع المشايخ. تعرف انت كل شيخ بيطلع بحكي شكل. طيب، لا، طرده من الجنة. طيب، الله عز وجل مو وعدنا بأن الجنة لا يطرد منها أحد خالدين فيها؟ صحيح. شلون طرده من الجنة؟ طيب، هاي النقطة الأولى. الجنة مو لكم فيها ما تشتهون؟ صحيح. إذن شلون قال له لا تقربا هذه الشجرة؟ تناقض. إذن يا جنة اللي طرده، مو الجنة جنة هاي اللي الله وعدنا بها. أخي العزيز، كل ما يدار في قصة آدم قصة معنوية، يتكلم عن أمور معنوية. فقلنا اهبطا، أي هبوط مو من الأعلى إلى الأسفل، كما قال الله تعالى مضمون الآية: اهبطوا مصر. اهبطوا مصر نزلونها من السماء لو الانتقال. انتقال شيخنا. فانتقل آدم، هذا نزول آدم من الجنة. انتقل آدم من مرتبة إلى مرتبة أوطى أدنى، أي هبوط معنوي وليس هبوط من جنة إلى الأرض. هذه النقطة الأولى.
الثانيا هذه تسمى يطلق عنها معصية، بس مو مثل معصيتك ومعصيتي التي يترتب عليها عقاب للآخرة. يسمى عند أهل العقائد يسمى ترك الأولى. يعني إيش؟ الأكل الهواي حرام لو حلال؟ الأكل الهواي داك الهواي حرام لو حلال؟ حرام، يضر بصحة الإنسان. لا مو حرام، ما بي حرام، أي داك الهواي يعني صار منها يضر بصحتي، بس هو فيه حرمة شرعية؟ إنه فوق طاقة، إذا فوق طاقتي يمكن يأذي. لا لا يأذيني، إيه بس وين بي حرمة شرعية؟ يعني هسه اللي ياكل بالعرس هواي يصير حرام مذنب؟ معك حق. ما مو شيء اسمه حرام، بس لأنه نبي ولأنه مرسل فالأولى له أن لا يأكل كحال الناس في الأكل، فينظر إليه ذنب فيعبر عنه معصية. لماذا؟ يسمى ترك الأولى. الأولى لك لا تفعل هذا يا نبي، كما الأولى ليوسف أن يبقى مع النساء لو يذهب للسجن، أولى لك أن تذهب إلى السجن، فيقال عنه معصية أو ذنب، بس هو مو معصية. بصورة أخرى القرآن يخبر عنه معصية بس هو مو معصية، كما القرآن يخبر عن النبي أنه النبي من الممكن يشرك، بس بالله عليك هل من الممكن أن النبي محمد يشرك؟ هل من الممكن؟ لا حاشا. ولكن القرآن يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذا يقول عنه إشراك للنبي، بس هو النبي لا يشرك، خطاب لأمته. إياك أعني، أنا أكلم وياك يا محمد، واسمعي يا جارة، ترى الكلام لك، بس هو ما قصدك أنا، قصدك من حولك. فالقرآن يستخدم هذه اللغة، يقال عنه معصية، يقال ذنب، يقال بس هو مو معصية ومو ذنب. هذه في القرآن هل ذكر؟ ها؟ لا بالقرآن ولا بالسنة إنه سيدنا نوح عمل ذنب. أحسنت، لا يوجد. شيخ هلا أنا بحثت في قصة سيدنا يوسف، عقلانيا فهمت منها إنه سيدنا يوسف وقت دخل للسجن الحكمة كان بالأخير، بس قصة سيدنا آدم صراحة أنا ما قدرت أفهمها لوحدي. إنه وقت طلع سيدنا يوسف من السجن الحاكم افتخر فيه وأظهره للناس إنه هذا الزلمة رضي بالسجن، كان أمين وصادق لحتى ما يطيع النسوان، راح للسجن. أنا أعطيك مناظرة عنوانها اكتبها في الجوجل: العصمة ذنوب الأنبياء، مناظرة الإمام الرضا. مناظرة الإمام الرضا عليه السلام يناظر في ذنوب الأنبياء، يجيبون ذنوب الأنبياء كلها يعرضونها قدام الإمام الرضا ويجيب عليها، مو ذنوب اللي متعارفة عندك وعندي. ابحث وراح تجد آدم وموسى ويونس وكذا وكذا. مناظرة الإمام الرضا في الذنوب الأنبياء. شكرا للاتصال. كتبتها عندي العصمة ذنوب الأنبياء للإمام الرضا، صح شيخنا؟ نعم. شيخنا في جنبي شاب كان سني صار علوي، تسمح له يناقشك؟ جيب. هو شيخنا صار علوي محبة في أخوه وكان كمان سني صار علوي مات، فلما مات أخوه هو قلب ديانته على العلوية بدون معرفة إنه محبة بأخوه. جيبه. تفضل شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك. على مود احنا لا نظلم العلوية، انت علوي من يا معتقد؟ لأنك علوية موحدين يعتقدون بإمامة 12، هؤلاء موالين لأهل البيت لا إشكال به. ويوجد العلوية أصحاب الخصيبي اللي هم لهم معتقدات غريبة وهم أقلية. أنت من يا علوي؟ هي اللي عم تحكي عنها. احنا عنا انه العباس يرزق ويحيي ويميت. احنا عنا انه هيدي الاشي اللي عم فكر فيها صار لي اكثر من 5 ايام بعد ما اكتشفت. طيب العلوية اللي هم الأقلة، مو العلوية السورية اللي هم فيهم علوية يقال عنهم علوية، اللي بمعنى ينتمون للشيعة أهل البيت، هؤلاء لا غبار عليهم. نتكلم عليكم أنتم اللي كم نفر العلوية يسمونكم المغالين. طيب اللي كنتم النصيرية أتباع الخصيبي صاحب كتاب الرسالة الاستشبالية. طيب أخونا العزيز، أخونا في معتقدك يجوز تعتقدون نسخ الأرواح،
ونحن نقول أن الإمام الرضا قال من قال بنسخ الأرواح فهو كافر. طيب شنو نسخ الأرواح؟ نسخ الأرواح أنه إذا مات على روحه تروح إلى مولود آخر. هنا السؤال: أين العدالة من الله؟ روح علاء الملوثة تذهب إلى مولود آخر. والله لا أعلم كيف بدي أجاوب شيخ. أنا فتت لعندك إنه قلت له لرفيقي عشان فوت لعندك بدي بس أفهم إنه اتبع الدين الصحيح بالآخر. تتبع الدين الصحيح. واضح أن من بعد 12 إمام أولهم علي وآخرهم آخر الأوصياء الإمام المهدي. الدين الذي الحقيقي هو المتمثل بالشيعة الاثنا عشرية، لا جبر ولا تفويض، لا تقصير اتجاه للبيت ولا غلو، لا طعن بمقام أهل البيت ولا غلو. أقول علي خالق وما أدري، لا يوجد خالق إلا الله تبارك وتعالى. وأم يقول الإمام الرضا وأما الخلق والرزق فلله، فلا يقول لنا إلا مشرك. هنالك باب كامل في بحار الأنوار اسمه باب التفويض. ياسر الخادم يسأل الإمام الرضا يقول له: يا ابن رسول الله، إن هنالك من يدعي ينتمي إليكم أنهم مفوضة، يعتقدون أن الله فوض لكم أنكم تخلقون وترزقون. فقال الإمام: لا يقول بذلك إلا كافر أو مشرك. وأما المفوضة لعنهم الله، يقول الإمام الرضا: لعنهم الله، لا تسلموا عليهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تدفنوهم في مقبرة المسلمين ولا تشيعوهم ولا تواصلوا معهم، فإنهم محلون بالمحل الذي لا نستحقه. الإمام الرضا: فأخرجوا من ولايتنا إلى ولاية الشيطان. فهنالك 50 رواية ذامة في معتقد المفوضة الذين يعتقدون بأن علي خالق الكون وما شابه ذلك. رواية أخرى الإمام الصادق قال: لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. وقال الإمام المهدي: إن نحن نسأل الله فالله يخلق، يعني مو احنا اللي نخلق، نحن ندعو الله، الله هو الخالق. وقال ذلك بالإمام العسكري، وقال بذلك الإمام الباقر عليه السلام. فإذا قضية أنه خالق الكون لا يوجد إلا الله تبارك وتعالى. طيب شكرا لك كثير يا أستاذ علاء. حياكم أهلا وسهلا. بتمنى إنه يعني في حفظ الله يصير شيعي. أتمنى تصير شيعي. اكتب في اليوتيوب علاء المهدوي، اكتب في اليوتيوب علاء المهدوي وشيع. اكتب في اليوتيوب علاء المهدوي وشيع وردد وراي في اليوتيوب. يعني شكرا لاتصالك، بارك الله. شكرا لك يا أستاذ علاء. حبيب